السلام عليكم متابعينا حبايبنا متابعين خياط ابو احمد. طبعا اليوم نريد نجرب شلون نركب تعويضه من التول على الصدر، سواء كان رياضي او فصال عدل. اول خطوه نخطيها انه نعين السنتر، يعني عندي هذا المنتصف مالت الدائره اقرضه بالمقص، يصير عندي هنا قرضه، وهذا المنتصف الثاني هم ينقرض حتى اجي ابدي اركب. البعض يركبون منا، هذه طريقة خاطئة. تبدي منين؟ من الوسط، ان الزيادة تطلع منا والزيادة. اذا شغلنا شلون راح يكون؟ بهالطريقة قرضة على القرضة، يعني المنتصف اللي عيناه على هذا المنتصف نجي نشتغل براحتنا واللي بدوران وياه. طبعا هن واحد عكس الاخ، لكن احنا نجمعهن حتى يطلع لي جزء او نصف دائرة. هذا الجزء الاول اللي اشتغلته اني اللي هو نصف الدائرة. هسه هذا طلع لي بهالشكل، هذا طلع لي بهالشكل هذا. اذا بقى عندي هذا الجزء الثاني. شلون؟ هل راح اخيطه منه؟ لا، مو اخيطه هالشكل، راح ابدي بالعكس. ابدي بالعكس بهالطريقه هذه، قلبته راح ابدي اجيت على النص اللي بديت خياطتي من عنده، وراح ابدي اخيطه بهالطريقه هذه وياه. طبعا وياه لازم يكون تجر وتسحب الى ان توصل للشيء اللي تريده. الان انا كملته زين، طلع عندي بهالطريقة هذه مخيط وما عندي اي زيادة بيه. تمام، هسه متفقين. اتفقنا انه نبدي من الوسط، من الوسط القرضة على القرضة نبدي ونشتغل. طلع عندي بهالطريقة هذه. طبعا هذا ينضرب اوفر ويتخلل. خلوني حتى اقصر الفيديو عليكم شلون اغلف هذا، اسوي له تنظيفه على شكل شريط. هذا الشريط اللي هو ما يتجاوز اصبعين، اصبعين ما يتجاوز. هذا الشريط اللي راح انظف فيه. اول ما اجي طبعا اجي اتبع القوس، خياط مع القوس، عرض بايع عرض طبيعي زين، لا اجر ولا اسحب، مجرد انه خياط اخيط. خيطت الزيادات مالتي طبعا تنقص زين، اجي نظيف. اكو فد شيء، اي دوران، اي دوران احنا متفقين عليه، اي دوران اي مثلث نبدي نقرضه كم قرضه حتى يرتاح عندنا القماش ما يبدي يبوط. اذا هذا انا قرضته كم قرضه، ايش قد ما يكونن يعني اكثر افضل. على العموم اكتفينا، بس القرضة مالتي بمهنية يعني ما تطلع عليه. الان اجيت شي يكون عندي؟ يكون اضم هذا واضم الطرف، يعني شلون؟ شوية بحرفية، يراد لها شوية تركيز، لا اخذ زايد منا ولا منا. اذا اجيت ايش سويت؟ هسه واحد يقول لي عيد، بالله انا ما افتهمت من الفيديو. اقول له هذه وحدة اثنين بس، لكن شو تسوي؟ اريدها مضمومة زين. اجيت وياي على كيفي اعدل، على كيفي اعدل وانا امشي، ما عندي شيء استعجل عليه، على كيفي. المهم اطلع شغله نظيفه زين، اجي على كيفي اخيط بيه زين بهالشكل هذا. ان شاء الله راح تشوفوها هسه من تكمل. طبعا هنا القماش شويه يلوي عندكم، فيراد له حرفيه، يعني دائما اذا تريد تطلع شيء ما ملوي تجر الجوه، تسحب الجوه، واكيد نعدلها بالاوتي. بس اتمنى انه نظافه الخياط، لا نصعد ولا ننزل. قبل لا تشيلين دائما قصي الزيادات مالتيج. اذا هذا هسه اني غلفته وصار عندي. طبعا بعد ورا اوتي وبعد ورا ترتيب، لكن شوفي قدرت اطلع منه فد اطار حلو راح
يتغلف وراح يتخيط. طبعا هذه هالصورة هذه، وراح ينكوي بعد ان شاء الله. يا ربي يكون عجبكم. واذا قلبتيه راح تلقين هذا القوس ايضا هم حلو. تقدرين بالعكس نخيط منه ونقلب هنا حتى يطلع عندي الخياط عدل. شلون هسه هذا؟ يعني العملية نقدر عكسية، نخيط هنا ونقلب على ذيك الجهة. المهم يطلع عندي خياط جيد وحلو ومرتب. ان شاء الله يا ربي يعجبكم وينال رضاكم. تحياتي لكم.